مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يمكن الحلقة دي ما كانتش في نيتي أصلا إن أنا أعملها، ويمكن إن الناس الهارد كور هيلاحظوا الاختلافات، إن النهارده مش زي كل الأيام اللي فاتت. يمكن كل الأيام اللي فاتت كانت قبل رمضان، النهارده ممكن الهارد كور اللي فاهمين قوي هياخدوا بالهم إن في حاجة مختلفة، لأن أنا بصور في وسط رمضان، والسبب إن جالي تعليقات ورسايل طلبت الحلقة دي، وللمفاجأة هي من سيدات فاضلات. فتعالوا نشوف الطب بيقول ايه. ازيكم؟ انا عمر عزازي، مدرس جراحة الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة. زي ما بقول واكرر كل مرة، الحلقات دي مش تفسير قرآني، ولكنها بتتكلم على الجانب النفسي والتوعوي في العلاقات الزوجية من واقع خبرتنا في علم الذكورة واللي بنشوفه في العيادة كل يوم. فزي ما قلت لكم كده، انا مش جاي اتكلم عن تفسير الآية ولا سبب نزولها، وبما إنك خلاص ناوي على تعدد فأنت أكيد عارف إن سبب النزول كان في اليتيمات وتنظيم الزواج معاهم. برضو مش جاي أتكلم عن شرعية وإباحة التعدد، خلاص هو الموضوع منتهي وهو ده الشرع، إن التعدد مباح. ومش جاي أتكلم على فلسفة إن التعدد هو أي نعم 4، لكنه عمل ليميتيشن عند العدد 4. قبل كده كان ممكن يكون العدد أكتر من كده. ومش جاي اتكلم عن الجانب الفلسفي في فكرة التعدد، وانه بعض الاحيان بيكون فائدة ومصلحة للسيدات الفضليات المطلقات او الارامل او العوانس، واللي نسبتهم كانت زمان كتيرة بسبب الحروب ومقتل كتير من الرجال. انا مش جاي اتكلم عن ده كله خالص، انا جاي اتكلم عن اللي بشوفه في العيادة، وعايز اوجه رسالتين: رسالة للرجالة ورسالة للستات. رسالة للراجل اللي خلاص ناوي على تعدد، ورسالة للسيدات اللي خايفين من التعدد. خليني أبدأ أول رسالة للراجل: مبروك ناوي على تعدد. خلي بالك إن الآية فيها ربط ما بين التعدد والقدرة، والقدرة بتنقسم حاجتين: قدرة مادية ربنا يوسع عليك ومش جاي أتكلم عليها، لكن الأهم واللي أنا عايز أتكلم عليه هي القدرة الجسدية. يعني إيه يا دكتور؟ تعالوا معايا في رحلة من اللي بشوفه في العيادة. بيكون في راجل حبيبي جاي بيقول لي: يا دكتور أنا كنت كويس وزي الفل طول عمري مبسوط، بس بقالي شهر شهرين لسه متجوز جديد وحاسس ان انا مش زي زمان، حاسس ان انا عندي مشكله ما كانتش موجوده زمان. يا ترى ايه السبب يا دكتور؟ السبب بينقسم لجزئين: جزء بيكون جانب عضوي، انت عندك مشكله عضويه كانت موجوده من زمان، لكن الزوجه الاولى لانها بنت اصول وعايزه تحافظ على بيتها فهي عمرها ما اشتكت وكانت ممشيه الدنيا. لكن لما نيجي نتجوز تاني، الزوجه التانيه هي برضو بنت اصول، لكن نظرا لان هي بتكون علاقه جديده، سواء بنت لسه صغيره او بتكون زوجه كانت متزوجه سابقا وعندها تجارب سابقه، فبيتم عقد المقارنات وبيكون المشاكل المستخبيه سابقا بدأت تظهر واحدة واحدة، خصوصا برضو مع الرهبة ومع الاكسبكتيشن المختلفة. وهنا ده الجانب العضوي، لكن برضو لا شك ان في جانب نفسي. جانب نفسي جاي من ان اصلا كان في ضغوطات ومشاكل مع الزوجة الاولى اترحلت. جانب نفسي لان الزوجة التانية دي انت كنت ممكن للأسف الشديد ما كنتش واخدها كجوازة، لكن هروب من المشاكل اللي كانت مع الزوجة الأولى. جانب نفسي من الرغبة من الزوجة التانية، وهتقول عليا إيه والدنيا هتبقى ماشية إزاي والتجربة الجديدة دي هتمشي إزاي. فخليني أقول لك، لو أنت ناوي تتجوز تاني لابد إنك تكون مطمن إنك تملك جانب القدرة، سواء المادي منه أو الجسدي. هنا خلصت رسالتي للرجالة، وعايز أتكلم في رسالة تانية للسيدات الفاضلات اللي خايفين الرجالة تتجوز عليهم. خليني أقول لكم وغششكم من المطبخ جوه: هو الراجل بيتجوز تاني ليه؟ ما أكيد ما صحيش النوم الصبح قرر أنا عايز أتجوز 3 4. ممكن يكون في رجالة كده، بس أنا خليني أكلمك على الواقع اللي بشوفه. لا، في مقدمات بتحصل. تعالوا مع بعض واحدة واحدة لو نعرف نتلافاها. وخليني أحكي لكم قصتين موجودين في العيادة عندنا. أول قصة: الراجل حبيبي يقول لي: أنا مراتي والله ربنا يبارك فيها هي زي الفل وعشرة عمر وعايشين العمر كله مع بعض، لكن للأسف دلوقتي ما بقتش زي زمان، ما بقتش عايزة العلاقة قوي وأنا محتاج العلاقة. بقيت كل ما أجي أقرب منها تقول لي: معلش مش النهاردة. أنا بقالي شهور ما قربتش لمراتي يا دكتور. أنا هنا عايز أوجه لك رسالة: طب هو الراجل هيعمل إيه؟ عايزين نرجع للحلقة الأولى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. احنا قلنا العلاقة الزوجية بالنسبة للراجل في مثاب الأكل والشرب،
عايزين نرجع للحلقة التانية، هن لباس لكم، عايزين نرجع للمودة والرحمة. لكن الراجل يا عيني بيكون عنده احتياج بيكون مفقود ومش لاقيه، فللأسف ساعتها مضطر يدور على الاحتياج ده في حتة تانية. رسالتي التانية للسيدات الفضليات، ويمكن اتكلمنا عليها في حلقة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وهي كسر الملل. تعالوا نشوف القصة التانية اللي أنا بشوفها وبسمعها كتير جدا في العيادة، للراجل اللي بيكون متجوز تاني وبقاله شهر شهرين، يقول لي يا دكتور أنا كان بقالي 2 3 ما عنديش القوة والرغبة دي قبل كده بعد ما اتجوزت، أنا من أول ما اتجوزت تاني وأنا بقيت في حتة تانية خالص. يا ترى إيه السبب يا دكتور؟ وللأسف السبب بيكون هو التكرار والتعود والملل، وعشان كده زي ما قلنا في حلقة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، حاولوا بكسر الملل، حاولوا بكسر الروتينية، لأن ده لوحده كافي إن كتير جدا من الرجالة اللي بتفكر في التعدد تلغي الفكرة من أساسه، سواء إن لو هي عندها احتياج بتلاقيه عند زوجته، أو سواء إن مفيش الروتينية والملل اللي للأسف ساعات بيدور عليها في حتة تانية. أنا عايزك دايما تكوني بالنسبة لزوجك أحلى وأصغر واحدة على طول. في الآخر لو هقول كلمتين، كلمة للرجالة وكلمة للسيدات. بالنسبة للرجالة الجواز التاني مش لعبة، ولو هتروح لجواز تاني لازم تكون متأكد إنك بتملك القدرة بجانبيها المادي والجسدي، والجسدي بجانبيه النفسي والعضوي، وإن الجوازة التانية دي مش مجرد كانت نزوة وخلاص، أو مش بس عشان متخانق مع الزوجة الأولى ومن جانب اندفاع رحت قلت اتجوزت تاني. ورسالتي للسيدات الفضليات، هو خلاص احنا مش هنتكلم عن ان الشرع اباح التعدد ولا لا، هو خلاص مباح، لكن انت عايزك تكوني دايما اصغر واحلى واحده بالنسبه لجوزك. وصدقيني من الواقع اللي بشوفه العياده ده على الاقل هيلغي فكره الجواز التاني عند نص الرجاله. كل سنه وانتم طيبين.